لو انت مهتم وعايز تشتري جهاز، فاحنا المحتوى بتاعنا عن بيع الاجهزه الاستيراد، وبنحاول نفيدك بمعلومة ازاي تختار الجهاز اللي يناسب احتياجاتك. لو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. انا احمد سامي، انا ايمن عزب ودي قناة AI Store Computer Service. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الفتره الاخيره بسبب ارتفاع الاسعار واختلاف سعر العملة مقارنة بالجنيه المصري، واسعار الاجهزه الجديده ما بقتش في متناول الجميع، وهنا يظهر سوق الأجهزة الاستيراد بقوة، وبقى من اهم الحلول البديله. اللي هتديني قيمة مقابل سعر مناسب. وتعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي. ولازم انت تبقى عارف هتستخدم الجهاز في ايه. الكمبيوتر النهارده بقى ليه استخدامات متعدده. ممكن نقسم استخدامه لثلاث حاجات: ديسك توب وجيمز وورك ستيشن. اول حاجه الاستخدام العادي الديسك توب، وكلمة ديسك توب دي ليها برضو استخدامات متعددة. تصفح وورد واكسل والعاب خفيفه. والحاجة التانية هي الجيمز. هنا بقى لازم نعرف ان الالعاب هي اللي بتطلب المواصفات. واول حاجة لازم نبص عليها هي المذر بورد، وهل هي سبورت وينفع ان انا اعمل فيما بعد ابجريد للمعالج. والمعالج او البروسيسور هو عقل الجهاز، والالعاب الحديثه هي اللي بتطلب ان البروسيسور يكون مش اقل من 3.2 جيجا هرتز و6 كور و12 ثريد. ومن ضمن متطلبات الالعاب الحديثه ان الرامات ما تقلش عن 16 جيجا، اللي هي الذاكره العشوائيه بتاعه الجهاز. وهنا لينا حريه الاختيار في مساحه التخزين، ولكن احنا بننصح ان الجهاز يكون فيه هارد اس اس دي اللي هو هارد فائق السرعه. ونيجي هنا لكارت الشاشه اللي هو من اهم القطع لتشغيل الالعاب، واحنا بننصح ان هو ما يكونش اقل من 2 جيجا دي دي ار 5. والحاجه الثالثه اللي هي الورك ستيشن، وهنا بقى نروح للمهندسين اللي بيشتغلوا اديت وجرافيك، اللي بيشتغلوا على برامج تقيله بتطلب كور عالي وثريد عالي، وبتطلب كمان ميجا كاش تكون عالية. واحنا بننصح ان يكون البروسيسور مش اقل من 14 كور و28 ثريد و35 ميجا كاش. ومن ضمن متطلبات البرامج التقيلة ان الرامات ما تكونش اقل من 16 جيجا، وكل ما زادت كل ما زاد معانا الاداء. وطبعا زي ما المهندسين فاهمين ان البرامج التقيلة بتحتاج مساحة تخزين اكبر، وزي ما قلنا في الالعاب ان الهارد لازم يكون فائق السرعة اللي هو الاس اس دي. وطبعا كارت الشاشة كل ما كان الفي رام بتاعه اعلى هيديني اداء افضل. ولغايه هنا احنا شرحنا الثلاث استخدامات بتوع الكمبيوتر وساعدناك في اختيار المواصفات اللي هتناسب احتياجاتك. ولو عندك اي استفسار اتواصل معانا واحنا هنحاول نساعدك، وارقامنا موجودة في الوصف. احنا عنواننا في الزيتون، شارع ترعة الجبل امام مسجد الظواهري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.